باهر محمدي طبعا يعني لاعب نادي الاسماعيلي وابن من ابناء طبعا النادي الاسماعيلي. يعني صفقه اعاره نادي الزمالك هتتم خلال الاجراءات دي وخلال ساعات خلاص. حابب تقول يا كابتن باهر بشكل عام؟ والله انا بحمد ربنا اول حاجه، وان شاء الله الموضوع يتم. وانا بشكر بيت النادي الاسماعيلي اللي هم سمحوا لي ان انا اخرج بره النادي 6 شهور وارجع تاني ان شاء الله باذن الله. ويا رب ان شاء الله تكون فتره كويسه ليا وانا استفاد والنادي الاسماعيلي استفاد ونادي الزمالك كمان استفاد ان شاء الله. كلمه جمهور نادي الاسماعيلي في البدايه. والله انا مش عارف اقول لهم ايه. انا بشكر كل جمهور النادي الاسماعيلي وكل الناس اللي وقفت جنبي وساندتني، وبقول لهم ما تقلقوش ان شاء الله باذن الله اروح اشرفكم واعمل حاجه كويسه في النادي الاسماعيلي، وان شاء الله اكون كويس في النادي الزمالك. كلمه للكابتن احمد حسام ميدو. لا ان شاء الله بنشوفه بكره ان شاء الله. ان شاء الله. كلمه بقى للكابتن شيكابالا وانا عارف مدى علاقتك بيه. ده اخويا الكبير ده وكل ده حبيبي ان شاء الله، وهو لسه قافل معايا من شويه والله، وكان بيبارك لي كده، وان شاء الله باذن الله هدخل على الناس بالظبط. الان يا كابتن لسه نجم يعني لسه لعيب يعني لسه صغير حاجه كبيره والله. نادي الزمالك نادي كبير وكل حاجه، ونادي الاسماعيلي طبعا نادي كبير، وانا طبعا بتشرف ان انا كنت في النادي الاسماعيلي وهرجع تاني النادي الاسماعيلي ان شاء الله بامر الله. ونادي الزمالك نادي كبير، اي حد طبعا يتمنى ان هو يكون في نادي الزمالك او نادي الاسماعيلي طبعا. فان شاء الله باذن الله الواحد يكون عند حسن الظن ويكون عند حسن ظن الناس ان شاء الله. الناس بتتساءل ما شفناش ليه الكابتن باهر الكابتن ميدو في النادي الاسماعيلي الفتره قليله ما كانش فيها. والله لا، هو كابتن ميدو كان عايز يديني في الوقت المناسب عشان خاطر هو اتكلم معاه شخصيا وقال لي انا عايز اديك عشان خاطر لما اديك في الوقت المناسب تكون انت قد المسؤوليه وما تطلعش في الملعب تاني وكده. والحمد لله يعني هي جت من عند ربنا، والراجل مسك نادي الزمالك، وهو لو ما كانش شايفني ان انا لعيب كويس ولاعيب قد المسؤوليه ما كانش طلبني وكده. فانا بشكر كابتن ميدو على المسؤوليه اللي اداني دي، وانا ان شاء الله كنت مبسوط ان شاء الله. مبسوط انت تكون موجود في نادي الزمالك مع مين من اللعيبه؟ الصراحه طبعا شيكابالا على راس المجموعه. طبعا في نادي الزمالك لعيبه كبيره، عمر جابر، باسم مرسي، كهربا سمين شخص يعني. فان شاء الله الواحد يكون لعيبه كويسه يقدر يعمل حاجه ان شاء الله باذن الله. متواصلين اكيد. كابتن باهر بقى يعني مشوارك مع المنتخبات كده بشكل سريع. والله انا السنه اللي فاتت كان سني كنت انا 12 سنه. كان منتخب كابتن علاء ميهوب كان اكبر مني 95 بس كنت بشارك معاهم ورحت معاهم تجمعات وكده. حصل مشكله بيني وبين كابتن علاء ميهوب ديت اثرت عليا بشكل مش مناسب وكده. بس الحمد لله يعني قدرت ان انا رحت مع كابتن حسام البدري، بس يعني الظروف ما سمحتش ان انا اكمل وكده. بس الحمد لله يعني الحمد لله لسه سني صغير، والفتره الجايه كنت عملت حاجه ليا وكنت في المنتخب الاول ان شاء الله. رحلتك ما بين انبي والاسماعيلي. والله انا كنت صغير في النادي الاسماعيلي، ويعني كنت بلعب في النادي وانا عندي 9 سنين، بس ما كنتش يعني شايف الاهميه في النادي وكده، وكان في مدربين مش على قد المسؤوليه. وحاولت ان انا اروح نادي انبي، الناس كلموني الناس هناك منضبطه وناس يعني بتتمرن كويس وكده. فرحت ومرنت هناك تحت ناس كويسه وناس مدربين على اعلى مستوى وكده، وقدروا يعني يدوني فرصه وكده. والحمد لله ورجعت النادي تاني ورجعت على الفريق الاول الحمد لله. يعني اخيرا يا كابتن باهر بقى يعني عايز تقول ايه بشكل عام وانت صفقه خلاص وبتتم اول صفقه والله يعني انا مش عايز اقول حاجه غير لا ان شاء الله تكمل على خير. انا مسافر بكره ان شاء الله القاهره، فربنا يكملها على خير. وانا بقول لجمهور النادي الاسماعيلي عواطف ان شاء الله باذن الله. زمايلك بقى من لعيبه النادي الاسماعيلي ولعيبه طبعا عمر الوحش ومروان محسن، مش عايز انسى حد والله. يعني ان شاء الله باذن الله نشرفهم ونكون على قد المسؤوليه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن باهر بنتمنى لك المكان صح اللي بتلاقي نفسك فيه يا كابتن باهر. هو كابتن ميدو طبعا هيعرف يوظفني فيه كويس. انا تحت امره في اي وقت وفي اي مكان، بس